بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود عبد العزيز. النهارده يا جماعة نتكلم إن شاء الله عن المشروبات. مش المشروبات اللي احنا يعني نقدر نشربها ونستمتع بيها بس أو كده، لا دي مشروبات كمان. أنا مسميها مشروبات الشباب الدائم، لأن دي فيها سر الحفاظ على الشباب إن شاء الله بإذن الله. يعني هتحافظ على شبابكم أطول فترة ممكنة بإذن الله لو شربتوا المشروبات اللي احنا هنقولها دي. دي ان شاء الله سلسلة من الفيديوهات هعملها ان شاء الله. كل فيديو هقول فيه مشروب معين. النهاردة هنبتدي ان شاء الله الجزء الاول، مع بقى شيخ المشروبات ومعجزة المعجزات، والعلماء اصلا بيسموها شجرة المعجزات. فيها سبحان الله، فيها اعجاز ربنا سبحانه وتعالى. فيها حاجات كتير قوي بقى هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو. هي اسمها المورينجا. لو ناس كتير ما تعرفهاش، هي عشبة كده اسمها، هي شجرة بتتزرع اسمها المورينجا. المورينجا دي أصلا كانت بتتزرع زمان أيام الفراعنة. كان الفراعنة بيزرعوها كتير قوي، حتى يعني الناس اللي ما كانتش تعرف اسم مصر كانت تقول الأرض اللي بيتزرع فيها المورينجا أو أرض المورينجا. فسبحان الله الفراعنة ادوها أهمية جامدة جدا، وزرعوها كتير قوي، يعني زرعوها بكثرة، وخدوا منها منتجات كتير. طلعوا منها زيت، وطلعوا منها ورق بيتاكل، طلعوا منها مسحوق. استخدموا البذور واستخدموا الجذور بتاعتها، واستخدموا كل حاجة في الشجرة دي. سبحان الله الشجرة دي كل حاجة فيها مفيدة سبحان الله. وكمان استخدموا الزيوت بتاعتها في الأكل وفي الصناعة بتاعتهم وفي التحنيط. بس للأسف على مدار السنين حصل إهمال في زراعة الشجرة دي، وما بقاش مصر ما بقتش تزرعها. بعد كده الله يرحمه الدكتور أبو الفتوح. ده أستاذ دكتور في مركز البحوث. هو اللي أعاد بقى اكتشاف المورينجا تاني، وهو اللي أعاد زراعتها تاني تقريبا سنة 2010. رجعها تاني لمصر وزرعها بكثرة، وهو السبب الله يرحمه في زراعة حوالي 3 مليون شجرة في مصر من المورينجا. وهو بصراحة أنا أول مرة أعرف حاجة عن المورينجا دي. كنت عرفتها من الأستاذ دكتور عبد الله أستاذ دكتور أبو الفتوح عبد الله الله يرحمه. وهو كمان رئيس الجمعية العلمية المصرية للمورينجا. هو مات الله يرحمه من سنتين. فندعي له بقى ونقرا له فاتحه ان شاء الله، لانه عرفنا على حاجه سبحان الله. يعني العلماء سموها شجره المعجزات من كتر ما فيها من اعجاز فعلا. المورينجا دي عباره عن ممكن تلاقي منها اوراق بتتاكل عادي. ممكن تلاقي منها مسحوق كده عامل زي الشاي. ممكن تلاقي منها زيت، زيت زيت البذور وزيت الاوراق. المركز البحوث عمل منها شامبو، عمل منها صابون. فسبحان الله يعني مليانه فوائد، اي حاجه في الشجره بيستخدموها. فالحمد لله احنا رجعنا نعملها تاني في مركز البحوث. فاللي عايز يعني ان شاء الله احسن مكان يجيبها منه هو مركز البحوث عندنا في مصر. يعني ما اعرفش بقى بره في ايه، ممكن حد يعني يشتري المورينجا من بره، مش عارف الصراحه. بس عندنا هنا في مصر احنا بنجيبها من مركز البحوث انضف حاجه، او من عند العطار، موجوده برضه عند العطار. اقول لك بقى فوائد المورينجا ايه عشان تبتدي تتحمس وتشرب ان شاء الله مورينجا وتستعملها كتير. اول حاجه، فيها 7 اضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال. فيها 4 اضعاف فيتامين اي الموجود في الجزر. فيها 4 اضعاف الكالسيوم الموجود في اللبن. فيها ضعف البروتين الموجود في الزبادي. فيها 3 اضعاف فيتامين اي الموجود في اللوز. فيها 3 اضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز. طبعا الحاجه اللي اما تكون حاجه فيها كل الحاجات دي هتبقى مفيده برضو للجلد، هتبقى مفيده للشعر، مفيده للشعر جدا. بتطري الشعر، بتحافظ على الشعر اللي هو يقعد مده طويله لونه موجود فيه، اللي هو اللون الاسود الجميل ده. حتى لو في شعر ابيض ولا حاجه، مع الوقت الشعر ده بيخف خالص وبيرجع يلون تاني اسود. ده عن تجربة على يعني الصراحة. وبيأخر تجاعيد البشرة.
حتى الناس اللي ممكن برضو ممكن تستخدم الزيت بتاعه وتعمل بيه تدليك للوش او للجسم او كده. بيفيد جدا الجهاز العصبي، بيفيد جدا بيقوي النواقل العصبية، بيحسن المزاج، بيأخر الزهايمر. في احماض امينيه دي اللي هي البروتين، يعني البروتين في احماض امينيه عاليه قوي وبكثره وانواع كتير. في كالسيوم وفي مغنيسيوم وفي فوسفور. طبعا كده يبقى مفيد جدا للمفاصل وللعظام. في نسبة عالية جدا من الحديد والزنك. كل ده بقى بيساعده اللي هو ينظف الكبد من السموم ومن الدهون. بيظبط السكر، بيحسن عملية الايض اللي هي الميتابوليزم. الميتابوليزم دي عبارة او احنا بنسميها، بتسمى باللغة العربية عملية الايض. عملية الايض دي عبارة الاكل اللي احنا بناكله او اي حاجة بنشربها، الجسم عشان يحولها لطاقة بيعمل حاجة اسمها عملية الايض. عملية الايض دي اللي احنا الجسم بياخد السعرات الحرارية الموجودة في الاكل والموجودة في اي حاجة بنشربها فيها سعرات حرارية، بياخد السعرات الحرارية دي بيخليها تتحد مع الاكسجين. دي اسمها عملية الايض عشان يطلع منها الطاقة اللي الجسم محتاجها وهو صاحي وهو نايم كمان. يعني وانا صاحي عشان طبعا الشغل بتاعي والنشاط بتاعي، وانا نايم عشان العمليات الحيوية اللي بتحصل وانا نايم. فيها فيتامين بي بنسبة كبيرة جدا. بتعمل توازن ما بين البكتيريا اللي جوه في المعدة، وبتزود من البكتيريا النافعة للجسم يعني وكده. بتخفض ضغط الدم، بتحافظ على صحة القلب. بتقوي النظر عشان فيها فيتامين ايه طبعا بنسبة عالية. وفيها طبعا احنا قلنا فيها زنك وفيها حديد، فطبعا دي لفقر الدم والانيميا والحاجات دي مفيده جدا. نيجي بقى الحاجات المهمه اللي بتهم معظم الناس، يعني بتظبط الهرمونات. انت عارف طبعا يعني ايه بتظبط الهرمونات للراجل وللست؟ يعني بتظبط الهرمونات للرجاله وللستات. طبعا بتحسن الحاله الجنسيه جدا، يعني بطريقه ما تتصورهاش. فيها 64 نوع من مضادات الأكسدة. طبعا انتوا عارفين مضادات الأكسدة دي مهمة ازاي. في الناس بتوع الأعشاب وبتوع الطب بالأعشاب وكده أثبتوا اللي هي بتعالج حوالي أكتر من 300 مرض، سبحان الله. فجماعة دي شجرة المعجزات، محدش يسيبها. احنا الحمد لله ابتدينا نزرعها بكمية كبيرة قوي، واللي عايز يطلع على مركز البحوث هتلاقيهم عاملين منها صابون وعاملين منها شامبو مفيد للجسم وللشعر وكده، وعاملين منها زيت من البذر وزيت من الأوراق، عاملين منها مسحوق من الجذور ومسحوق من البذور نفسها، مسحوق باودر كده. عاملين منها شاي اللي هو من الورق ده، شاي أخضر كده جميل. انت بقى بتشربه ازاي؟ بتحط زي شاي الكشري عادي، بتحط معلقة صغيرة على كوباية مية سخنة، وبتدوبها كويس وتغطيها شوية كده عشان هي فيها زيوت طيارة. تغطيها دقيقتين وتشرب بالهنا والشفا. وممكن الزيت ده يتحط على الأكل نقطة كده، ممكن يتحط على أي حاجة احنا بنشربها. ممكن الناس اللي مثلا لو لقت طعمها وطعمها كويس الحمد لله، يعني طعمها حلو قوي، بس في ناس ما تحبش طعمها مثلا، ممكن يحطها على حاجة، يحطها على كاكاو، يحطها على عصير، يحطها على اي حاجة ايه هو بيشربها. فدي تقريبا كل الحاجة اللي ممكن نعرفها عن المورينجا. وهات مورينجا واشرب مورينجا واستمتع بحياتك ويعني شوف التأثير اللي هيحصل ان شاء الله بعد كده. هتحافظ لك على شبابك وهتحافظ لك على قوتك. اتمنى لكم كل الصحة وكل السعادة. وان شاء الله المرة الجاية نقول مشروب ان شاء الله برضو من مشروبات الشباب الدائم بإذن الله، وتقدر تحافظ على شبابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.